ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض طبعا كشري. انتوا عارفين النهارده يوم أجازة وبنقول إيه؟ بنقول نعمل إيه أكل. فنصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهارده الجمعة وطبعا هنعمل وجبة سهلة، هي مش سهلة أوي يعني بس إيه سهلة برضه. طبعا احنا عارفين جدا جدا الحاجة بتاعتها سهلة وبس. أي حاجة، شوية مكرونة عندك زيادة، شوية رز عندك زيادة، بنشيلهم هنرميهم؟ لا طبعا ما نرميهمش. هنعمل إيه؟ هنشيلهم ونعمل بيهم شوية كشري. أدي طبق جديد عملناه عشان ما نرميش الحاجة غالية. طبعا احنا عارفين جدا جدا، طبعا احنا عارفين صح. تمام. حطيت دي المية بتاعت المكرونة عشان أنا عندي بس بواقي رز. بواقي الرز عندي من امبارح اهو، ده بواقي بس، شايفين؟ كوبايه صغيره من الرز دي عندي. تمام. وادي المكرونه بغليها زي ما احنا قلنا الميه بتاعتها. ودي طبعا هنحمر البصله بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعنا طبعا البصل بتاعنا جوليان زي ما احنا عارفينه. ده اللي هو البصل اللي بنحطه على ايه. وانتوا عارفين البصل الاحمر دايما احلى من البصل الابيض. اللي عندك في البيت يعني ما تزنقيش نفسك، اي حاجه عندك اعمليها. تمام. تمام. وبرضه زي ما حمرنا كده هنحط عليها ذرة صغيرة من ملح، بس ما تكتريش عشان ايه بيملحها. عادي كده شوية ملح صغيرين كده بس، ما تكتريش. ممكن تحطي دقيق بس انا بحط ملح، بحس الدقيق بي ايه بيلكلك معايا شوية البصل. تمام كده. المية غلي، هحط شوية المكرونة اللي عندي. بواقي المكرونة برضه في كل كيس بشيلهم وايه نحطهم لما بيبقى عندك كشري. اي بواقي من اي نوع، مقصوصه سواء ريشه ودع، اي حاجه عندك بتحطيها طبعا. وبتعملي كذا نوع من المكرونه. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، نكثر من الصلاه على النبي النهارده الجمعه. هذه المكرونه. تمام. وشويه ثاني مكرونه ثانيه برضه. وطبعا طبعا المكرونه الايه جدا جدا. حطينا المكرونه طبعا بتاعتنا جدا جدا. هتقولوا لي ايه حكايه جدا جدا؟ اقول لكم انا احب جدا جدا اهو. تمام. طيب. تمام. بنقلبها كده. يبقى حطينا كده تقريبا 3 انواع عندنا من المكرونه. تغلي كده. وبعد طبعا ما عملنا المكرونه، تمام، عاملين الصلصه بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها اهي. ده العدس احنا سالقينه اهو، برضو ده كان عندي في الفريزر وشايلاه، قلت ينفع لاي وقت تاني جاهز. احنا طبعا عندنا ايه، الرز جاهز عندنا من امبارح، والعدس كان عندي تقريبا من اسبوع برضو مفرزاه في الفريزر. والصلصه بتاعتنا اللي احنا دايما بنشيلها عشان نقول ايه نبقى مستعجلين فبتبقى جاهزه عندنا. يبقى احنا الزياده عندنا البصل ثم المكرونه ثم لسه طبعا ايه التوميه، لان اساس الكشري بتاعنا اللي هي الدقه بتاعتنا اللي بنضيف لها شويه من الكمون. تمام. وشويه من الملح. بس تحبي الصلصه تحبي تحطي لها شطه براحتك. تمام. تمام. كده احنا طبعا بعد ما عملنا كده هنشوف الثوم بتاعنا. عاملين راس من الثوم كده. تمام. تحمر البصل كده متخليهاش تتحرق بس معاكي.
نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونعمل التومة بتاعتنا. طبعا نعملها ازاي التومة بتاعتنا؟ زي ما احنا عارفين، راس كده بالثوم، ونحط شوية ملح فيها وشوية كمون، التومية دي بتدي طعم جميل للكشري، زي ما انتم عارفين طبعا جدا جدا بنحبها كلنا. أساسية طبعا الكشري التومية معانا. تمام تمام كده هنعمل التومية اللي احنا قلنا عليها. تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. التومية دي تعتبر هي اللي بتخلي اللي هي طبعا الدقة بتاعتنا اللي احنا عارفينها. مش دايما نقول في المحلات كتر الدقة، هي دي الدقة، هي دي الدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، هي دي الدقة. شوية من الكمون مع شوية صغيرة من الملح، ولو حبيتي ذرة شوية من الشطة بالظبط. نستوي ولا لسه؟ قربت المكرونة بتاعتنا، شوف مستوي كده. لا بسم الله الرحمن الرحيم. دي بصلة، دي بصلة تحت البصل اللي أنا وقت عاملاها، بصلة حبيبتي. تمام. نبص على التومة كده، قطعة حلوة التومة بالكمون خطيرة. طبعا ما نخليهاش تحمر كده، هي خلصت. هنعمل لها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوية من الخل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الخل بس هنحط لها شوية صغيرة معانا من المية. دي هي الدقة اللي بيعملوها بره في المحلات بالكمون بتاعتها. عايزة تحطي ليمون عليها براحتك، عايزة تكتفي بالملح برضه براحتك بالشكل ده. ما انت حاطة كده الكمون مع التوم وانت بتدقيه او تفرميه كده. المكرونة قربت بتاعتنا تطلع بالطريقة دي. نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اطفى على عين التومة كده، اديها هنا. شوفي تبقى بيضة ازاي، ما تبقاش محمرة، عشان لما تبقى محمرة هتبرر معاكي. دي بصلة يا جماعة، دي بصلة كده. تمام تمام. الحمد لله الكشري بتاعنا هنعبيه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف شوية البداية كده من الرز على حسب استعمالك. بعد كده ده راق رز، وبعد كده نجيب راق من المكرونة، وبعد كده هنجيب ايه راق من المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم كده، برضو على حسب الاستعمال بتاعك كده. خلصنا الراق ده، هنروح على ايه طبعا العدس. بسم الله الرحمن الرحيم، على حسب برضو استعمالك. بعد ما خلصنا راق وراق وراق، هنروح على ايه التومية اهي اهي. كده بعد ما خلصنا التومية
هنحط طبعا ايه البصل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البصل بتاعنا بالطريقه دي. طب فين الصلصه بتاعتنا؟ الرحيم. الصلصه بتاعتنا كده بالشطه اهي. وادي الشكل النهائي بتاعنا بعد ما غرفنا الطبق، وبعد ادي الصلصه بتاعتنا ومع الليمون اللي يحب ليمون معاها. تمام. نقول ايه؟ بالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان القناة تكبر بيكم. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.